معايا شهاده اتمام مرحله الابتدائيه، تمام، وعاوز اطلع رخصه مهنيه بس مش لاقي الشهاده. فايه اللي بعمله عشان اطلع رخصه مهنيه او رخصه خاصه؟ فبنقول حضرتك حاصل على اتمام مرحله ابتدائيه، وبالتالي من حقك انك تطلع بيان نجاح او مستخرج رسمي منين؟ من الاداره التعليميه او مديريه التربيه والتعليم اللي انت تابع ليه. المده بعيده شويه، بتطلع على المديريه التربيه والتعليم، المخازن او الارشيف، بيدور لك في الحاجات القديمه وبيعمل لك المستخرج. يبقى طالما مش لاقي اصل المؤهل الدراسي بجيب مستخرج رسمي، وفي الحاله ديت المرور بيستعلم الاول عن المستخرج، عن صحه المستخرج قبل ما تطلع له الرخصه، سواء كانت رخصه خاصه او مهنيه. طيب اما معيش مؤهل دراسي، في الحاله ديت لازم تطلع شهاده محو الاميه الصادره عن الهيئه العامه للمحو الاميه وتعليم الكبار. شرط من شروط استخراج الرخصه وفقا لقانون المرور المصري 66 سنه 73 ان حضرتك تكون معاك شهاده اتمام مرحله دراسيه، تمام، او شهاده محو الاميه الصادره منين؟ من الهيئه العامه للمحو الاميه وتعليم الكبار، تمام.